اللي صار في البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي وصف بأنه زلزال سياسي، تصويت دراماتيكي هز المشهد كله. خلونا نشوف مع بعض إيش اللي حصل بالضبط وليش هذا التصويت يعتبر لحظة فارقة في السياسة الفرنسية. كل القصة، كل الدراما، كل الجدل تمحور حول هذا الرقم، صوت واحد فقط. نعم، صوت واحد هو اللي فصل بين قرار تاريخي وبين وضع استمر لعقود طويلة. شوفوا الأرقام هذه، هي اللي بتحكي كل شيء. 185 نائب صوتوا مع القرار و184 صوتوا ضده. يعني الفرق يا جماعة صوت واحد بس. هذا مش مجرد رقم، هذا يعكس انقسام حاد جدا، كأن الجمعية الوطنية الفرنسية انقسمت نصين بالضبط. طيب، ما هو هذا القرار اللي عمل كل هالضجة؟ كان مقترح قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بيطالب فيه بإلغاء اتفاقية تاريخية موقعة مع الجزائر. وعشان نفهم ليش الموضوع كبير لهالدرجة لازم نعرف أولاً إيش هي هذه الاتفاقية. عشان نفهم أهمية اللي صار اليوم لازم نرجع بالزمن شوي لورا، تحديداً لسنة 1968. خلونا نلقي نظرة سريعة على جذور هذه الاتفاقية اللي صارت اليوم في قلب العاصفة السياسية. السياق التاريخي هنا مهم جداً. الاتفاقية توقعت بعد 6 سنوات بس من استقلال الجزائر. في هذاك الوقت فرنسا كانت في أمس الحاجة للأيدي العاملة عشان تعيد بناء اقتصادها، والجزائر كانت دولة جديدة لسه بتبني نفسها. فالاتفاقية كانت، خلينا نقول، حل عملي يخدم مصالح الطرفين. طيب، إيش اللي يميز هالاتفاقية لهالدرجة؟ ببساطة، هي بتمنح المواطنين الجزائريين وضع خاص جداً، يعني إجراءات أسرع وأسهل للحصول على تصاريح الإقامة الطويلة، شروط ميسرة للم الشمل العائلة، وقواعد مرنة أكثر للعمل وتأسيس بزنس مقارنة بمواطني الدول الأخرى. وهذه الميزات هي بالضبط اللي أصبحت اليوم محور الخلاف كله. أوكي، بعد ما فهمنا تاريخ الاتفاقية ومحتواها، خلونا نرجع لقاعة البرلمان اليوم ونشوف اللي صار. كيف انقسمت المواقف؟ مين كان مع إلغاء الاتفاقية ومين كان ضده؟ اللي نشوفه هنا هو تحالف سياسي مثير للاهتمام. اليمين المتطرف اللي يمثله حزب التجمع الوطني واليمين التقليدي اللي هم الجمهوريون اتحدوا عشان يدعموا القرار. وفي الجهة الثانية وقفت أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية صف واحد ضد الإلغاء. هذا الاصطفاف غير المعتاد هو بحد ذاته حدث سياسي كبير. من جهة المؤيدين، زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان كان موقفها واضح جداً. قالت: هيدا اللي كنا مدافع عنه من زمان، الديمقراطية مبدأها بسيط، لما يكون في صوت واحد زيادة لصالح نص يتم اعتماد النص. بالنسبة لها النتيجة هي انتصار للديمقراطية، وأنه ما عاد في أي مبرر لبقاء هذه الاتفاقية. إذن البرلمان صوت لصالح الإلغاء، وهذا بيوصلنا للسؤال الأهم: هل هذا يعني إنه الاتفاقية انتهت فعلاً؟ حسناً، هنا الموضوع بيصير أكثر تعقيداً. النصر اللي حققه اليمين هو انتصار رمزي بالدرجة الأولى، وهذه هي النقطة الجوهرية. ليش رمزي؟ لأنه على الرغم من وزنه السياسي الكبير إلا أنه يفتقر للقوة القانونية. نقدر نعتبره رسالة سياسية قوية جداً من البرلمان، لكنه ما يجبر الحكومة على تغيير أي شيء. الخلاصة هي، على الرغم من تصويت البرلمان، الحكومة الفرنسية مش مجبرة قانونياً إنها تلغي الاتفاقية. القرار النهائي بخصوص مستقبل هذا الاتفاق التاريخي بيبقى في يد السلطة التنفيذية، يعني الحكومة والرئيس. وهنا نوصل لمفترق طرق. السؤال اللي يطرح نفسه هو: هل كان هذا التصويت مجرد عاصفة سياسية عابرة وبتمر؟ ولا هو الشرارة الأولى لتحول سياسي أعمق في فرنسا، خصوصاً في سياساتها تجاه الهجرة وعلاقاتها مع الجزائر؟ الأيام القادمة هي اللي راح تجاوب على هذا السؤال.